الناس في ألمانيا لما بتجيب دولاب ولا حاجة ما بتجيبش نجار يركبه، انت لو جبت نجار هياخد قد ثمنه تاني، فانت بيجيلك معاك كتالوج بتفضل بقى تقلب وتعدل لحد ما تركبه مع حالك. هنا عملت فيها بقى المفتش كومبو وفضلت احاول بقى دب 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 دب، وبنحاول اهو بنركب في الادراج. دي حاجة مستفزة يا جدع، تجيب من خشبة من هنا على خشبة من هنا وبعتين لي علبة عاملة زي القطرة كده فيها الغيرة، علبة قطرة بيشحتونا ولاد الجزمة والله العظيم، دول مش دافع فيها فلوس. حاجة مستفزة يا جدع، وتفضل تلزق وتركب من هنا ومن هنا، مسامير بقى وخشب وغيرة، وحاجة مستفزة خالص. بس العبد لله يعني، بسم الله ما شاء الله، خلقه في مناخيره ومش ما عندوش صبر الحاجات دي أبدا. فضلت بقى أحاول وأعدل وأقلب وأعدل في ميتين أمه ده لحد ما أهو بيحاول خلاص أهو هانت. يا مسهل الحال يا رب. وإيديا وجعتني وحالة صعبة يا جدع، أقسم بالله لو جبت نجار كان أسهل. إخواتنا النجارين والله تحية ليكم، أقسم بالله تحية ليكم على الصبر اللي انتوا فيه. ربنا مديكم صبر أيوب يا جدعان. ناس قالت تدي العيش لخبازه، بس احنا بنتفلسف يعني. بس خبازه ياخد متقدر حقه تاني يعني. وهنا بقى كنت ركبت كل الدرجة حطيتها على جنب، وببتدي أشوف البتاع ده عدلته منين وقلبته منين وقلت بقى أشتغل بادئ بقى بالمفك العادي عشان إيه، يعني الواحد اتعود عليه وكده، بس إيه، هنا بقى زي الجزمة رحت جايب المفك الكهرباء، لأن التاني ده مش هينجز معايا وهيطلع عين أهلي، فأقعد 10 سنين شغال بيه. فعلى إيه رحت واخدها من قصيرة كده ومحترم نفسي. هو خلاص اتقفل كده وباقي الإزاز بس، والأدراج اتركبت وعلى خير إن شاء الله ويا مسهل. أنا بقى ركبت الإزاز بعد معاناة صعبة وحاجات غريبة، تفضل تبص من هنا وتشوف الكتالوج معمول فيه إيه. حتة دولاب صغير أصلا مش عامل أي حاجة في أي حاجة. بس والله كتر خيركم أخواتنا النجارين، أقسم بالله تحية ليكم تحية ليكم بجد. وهنا الدولاب بقى راكب في مكانه الطبيعي واتحط بقى تمام زي الفل، والدنيا بقت عسل. ادي ده انا هنا اعمل لكم باي بقى، عاملين ايه؟ سلام عليكم.